ما بين الست والراجل والست، وكل واحد شويه بيحاول يفهم ازاي. هتكلم الاول على طبيعه الانثى. الست لما تقعد تتكلم معانا احنا رجاله وتحكي وتقعد تزن 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 وتحكي لك كل التفاصيل، احنا كرجاله كلنا بننام وما بناش عارفين نسمع، بس اعرف ان الست ديت اللي بتعمل كده بتحبك، عاوزه تشاركك كل لحظه في حياتها. على فكره هي مش عاوزه تاخد رايك في حاجه، هي عاوزه تحكي لك، عاوزه تفضفض. انت واحد الحنان اللي بتطلع عندها كل حاجه، تلاقي بتكلمك في اي كلام عبيط، هو قالت لي وقلت لها وقامت وتحكي لك قصه اتنين تانيين انت مالكش علاقه بيهم. هي بتحبك. لما تواجهها بان انت قرفان وزهقان، وكلنا كرجاله بنقع في نفس الحته دي، الست بتبتدي تزعل، تحس ان هو ليه مش مهتم. انت بالنسبه لك الانجاز هو الاهتمام عندها، هي عندها الكواليتي، الجوده هي الاهتمام عندها، فبالتالي بتبتدي تجيب خطوه لورا، بس هي لسه بتحبك. فتبتدي تعمل ايه؟ تقلل شويه في الكلام معاك، بس تيجي تحكي. انت بالنسبه لك الراجل في المرحله دي بيحس ان هو ايه؟ في اللطيف، الموضوع بقى ظريف كده، ابتدت تفهمني وابتدى الحياه تستقر. خلي بالك دي علامه خطر، الست دي ابتدت تخرج برجل من حياتك لحد ما يوصل لليفل ان الست تبطل بالنسبه لك. انت شايف ان هي خلاص قضيت ظروفك، قضيت ان انت راجع من الشغل مصدع تعبان مش قادر، ما تحكيلكش خالص، ما بتقولكش انت لابس ايه ولا قالع ايه، اللون ده ماشي مع اللون ده ولا مش ماشي معاه. اعرف ان الست ان هو اتخرجت برجلها الاتنين من حياتك. حاول تسمع اللي انت بتحبها لما تحكي لك كل تفاصيل. اسمعها، ما تديلهاش حلول الا لو هي طلبت منك. اسمعها.